أهلا وسهلا بكم متابعي الكرام إلى حلقة جديدة وإلى موضوع جديد. وفي هذه الحلقة سنحاول أن نناقش بعض الأمور التي تناقش أو يتم إثارتها حاليا في الإعلام الجزائري أو إعلام النظام العسكري في الجزائر. سنبدأ بخبر وصراحة لم أسمع هذا الخبر سوى من إعلام العسكر ومن بن سديرة وبونيف، وهو يتحدث عن زعمهم حسب زعمهم عن سعي المملكة المغربية إلى الحصول على السلاح النووي عن طريق دولة إسرائيل. أنا لا أعلم هؤلاء الناس هل يفكرون بعقولهم أم يفكرون بأشياء أخرى، لأنه لا توجد دولة تستطيع أن تبيعك سلاح نووي. لا توجد دولة تستطيع أن تبيعك سلاح نووي. لا يمكن لأي دولة أن تبيعك سلاح نووي. هذا المنطق. ممكن أن تشتري مفاعل نووي، وهذا المفاعل كي تتم يتحول إلى عسكري أو برنامج عسكري يحتاج إلى سنوات وسنوات وسنوات، يعني إلى عقود. نتحدث عن 30 40 إلى 60 سنة. فحتى لنفترض جدلا أن المغرب يسعى إلى حصول على سلاح نووي، وهذا ليس عيبا، فأي بلد دائما يسعى إلى الحصول على ما يستطيع وفق مقوماته ووفق قدراته. ثانيا سنتحدث عن هل المغرب أصلا يحتاج إلى سلاح نووي. المغرب لا يحتاج إلى قوة نووية. المغرب بموقعها الاستراتيجي يقع في منطقة حساسة، فقط يحتاج إلى أسلحة نوعية متطورة. يعني في أقصى شمال إفريقيا مضيق جبل طارق أو مضيق الذي المدخل الوحيد للبحر الأبيض المتوسط من المحيط، يعني أمام سواحله، ويستطيع غلقه إن أراد ولكن المغرب دائما هو دولة تحترم نفسها، خصوصا تحترم القرارات الأممية والأعراف والقوانين، وهي دولة مسؤولة، ليست كدولة الجنرالات أو كدولة العسكر أو كدولة العصابات. ثم سنتحدث عن الأسلحة المغربية. المغرب يمتلك ترسانة عسكرية تقنيا تعتبر من أحسن ومن أرقى الأسلحة ومن أحسنها تطورا، أكثرها تطورا في العالم. نتحدث عن الاف 16 الأمريكية، نتحدث عن صواريخ مضادة أو دفاعات جوية متطورة. فيما إذا تحدثنا عن الخردة التي تمتلكها العصابة، الخردة التي تمتلكها العصابة العسكرية في الجزائر إنما هي عبارة عن خردة روسية، وسنقدم الآن الدليل على أنها خردة. نحن لا نقول أي شيء من عندنا، كل شيء نأخذه من الواقع وبمسائل مضبوطة. فإذا ما تحدثنا عن قوة الدفاع الجوي الصاروخي الجزائرية، فهم يمتلكون نظام بانتسير، وكلنا لاحظنا وكلنا شاهدنا فضيحة بانتسير في الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، لأن الدفاعات الأرمينية كانت تعتمد على بانتسير.
فكلنا لاحظنا طائرات البيرقدار التركية وماذا فعلت بالبانتسير اللي حولته يعني إلى طبق شهي. يعني هو من المعروف أنه سلاح دفاع جوي، من أنه يرصد الأهداف عن بعد مئات الكيلومترات ويدمرها. وكانت الطائرات البيرقدار التركية تحلق فوق البانتسير وتصوره ثم تقصفه وتدمره. هذه رسالة إلى جنرالات الجزائر أن كل الأسلحة التي يعني اقتنيتموها، يعني كل أنظمة البانتسير هي الآن خردة. أي طائرة بدون طيار تستطيع تدميرها. انتهينا من هذا يعني. ثم نمر إلى فخر الصناعة العسكرية الروسية، وهو صواريخ اسكندر أو أنظمة صواريخ اسكندر العابرة للقارات أو الصواريخ الاستراتيجية، والتي تمتلكها الجزائر وبيعت للجزائر بثمن باهظ، بثمن خيالي، يعني لا يعلم إلا الله. هذه الصواريخ رأينا أن روسيا على مدى 4 أشهر تقريبا كانت تستخدم صواريخ اسكندر ضد القواعد الجوية والقواعد العسكرية ومواقع تجمع الجيوش الأوكرانية كي تدمرها، لكن لم تستطع أن تدمرها. هذه الصواريخ اسكندر لم تكن فعالة، فيها فقط الضخامة. ورأينا أنه اليوم الجيش الأوكراني يسيطر على مدينة خيرسون، والجيش الروسي يعني ينسحب إلى ما وراء نهر دنيبرو، يعني صواريخ اسكندر غير فعالة. إذن أموال الشعب الجزائري تهدر هباء منثورا، يعني بلا نتيجة. يعني كل الأسلحة التي تمتلكها يعني العصابة في الجزائر هي عبارة عن خردة. إلى هنا متابعي الكرام تنتهي حلقتنا لهذه الليلة ولهذا الموضوع. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والمشاركة في الصفحة على الفيسبوك حكيم شيبوب الصفحة الرسمية. شكرا لكم على تفاعلكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.